من أكتر المشاكل اللي كانت بتقابلني ما كنتش لاقي لها حل إن أنا أختار تليفون، وساعات أختار تليفون يكون فلوسه كتيرة أوي وألاقي نفسي مرة واحدة اتضحك عليا، وفي تليفون بنص فلوسه وإمكانياته أعلى. أجيب تليفون إمكانياته عالية ألاقي البروسيسور بتاعه ضعيف. طيب أنا في إيدي إن أنا أعمل إيه؟ أنا خدت التجربة وحبيت إن أعيشها معاكم، وهقولكوا إزاي نقدر نعمل الكلام ده. كل ما هو عليك إن أنت هتفتح معايا تطبيق جوجل، وهتكتب هنا GSM Arena. هندوس على الاختيار الأول، هنثبت التطبيق، ومجرد ما هينزل معاك التطبيق هيفرق معاك في حاجات كتيرة جدا، وهعمل لكم فيديو شرح لو عجبكم التطبيق نقدر من خلاله ازاي نتعامل عليه. هنفتح التطبيق عادي، مجرد ما هتفتحه هتدخل التليفون اللي نفسك فيه. هنقف على الثلاث شرط اللي فوق وهناخد فون فيندر، خامس اختيار هتكتب الموديل بتاعك. انا كنت بختار الموديل بتاعي ان انا عايز تليفون امكانياته في حدود 13,000 جنيه، وفي نفس الوقت امكانياته عالية جدا. هقف هنا في البراند وهختار انفينكس نوت 60 برو. مش هيفرق معايا الالوان، مش هيفرق معايا اي مواصفات خالص، وهبتدي اشوف النتيجة بتاعتي. ابتدى يجيب لي المواصفات اللي انت تنفع معاك او اللي انت ممكن تختارها. طب لا، انا هرجع وهعمل مقارنة. انا دخلت محل والراجل بيضحك عليا، عنده تليفون قديم عايز يريح نفسه فبيقول لي كويس، وفي واحد تاني عايز يحقق التارجت. فانا هدوس على 3 شرط وهختار فون. من هنا هختار مثلا انا عايز اس 26 الترا، بحثت عنه. تمام، ال 5G. وحط في نفس المقارنة الايفون 15. هروح اقف على كلمة كومباير اللي هي دي، هدوس عليها. مرة بدوس عليها هكتب هنا ايفون 15. ممكن ناخد ايفون 17 طيب برو ماكس. من هنا بيقدر يقول لي الريفيو كان ايه، مكونات الجهاز، تمن الجهاز بالتقريبي على امازون. من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نركز فيها النتورك، الشبكة بتاعتي. هنا بيقول لي بيدعم ال 5G نفس النظام. الجهاز هننزل تحت تاني وهنتكلم في الشاشة هنا عندي سوبر ايموليد 2 اكس. اما عندي هنا اوليد XDR اوليد ال S26 تكسب. هبتدي انزل واقارن المواصفات، اجي بعد كده على الاو اس اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي هو النظام بتاعنا، هدور عليه. هبص على السي بي يو عندي هنا، هقارن ما بين الاتنين. وبعد كده الذاكرة بتاعتي. ونيجي برضو من ضمن الحاجات المهمة فتحة الكاميرا. انت عندي هيقولك كاميرا 200 ميجا، لكن انا عندي هنا في الايفون كاميرا 48 ميجا. في ال200 ميجا هنا الفتحة بتاعت العدسة 1.4، اما ال48 ميجا الفتحة بتاعت اللينس بتاعتها 1.8. 48 ميجا كل ما فتحة العدسة كانت أكبر كل ما كان جودة الصورة كانت أعلى. هتنزل تاني برضو بتشوف الفيديوهات. ال S26 بيدعم ال 8K وال 4K. ال 17 برو ماكس ال 4K. تمام، أنا عندي هنا ال 8K في السامسونج 24 و30 فريم في الثانية، 30 صورة في الثانية.
وال4K 60 و120 صورة في الثانية. أما عندي الأيفون هنا 4K بس بيديني لغاية 120 صورة في الثانية. وطبعا اللي يكسب في الموضوع ده سامسونج بسبب عدد الفريمات اللي موجودة. السيلفي كاميرا في الاس 26 12 ميجا، وفي الايفون 18. نرجع تاني بعد كده هننزل للفيتشرز بتاعتي. هنا بيقول لي في فيتشرز موجودة، وهنا يبتدي يقارن ما بينهم. نيجي للبطارية. البطارية هنا 5000 ملي وهنا 4823. دي أهم الحاجات اللي لازم نركز عليها ونتكلم فيها عشان نقدر نوضح الجهاز بتاعي، هل هو وحش هل هو كويس، وفي نفس الوقت ما يضحكش عليا. طب حبيت ان انا اغير الفئة بتاعتي، هرجع زي ما انا هختار الجهاز بتاعي من هنا، هكتب فيفو اهو V70 5G، وهعمل له مقارنة. هضغط على اللينك هنا وهكتب نوت 60 برو. ومجرد ما بعمل كده الموبايلات فيها شبه من بعض، ولكن طبعا يختلف خالص في المواصفات. طبعا زي ما قلنا أهم حاجة يهمنا الشبكة. زي ما انتوا شايفين الشبكة هي نفس الشبكة، ولكن طبعا انفينكس أرخص في السعر. هنا الشاشة ايموليد، هنا 120 هرتز هنا 144 هرتز. انفينكس يكسب. لو عجبكم المقارنات ممكن تبعتولي تليفونين أو 3 وأحاول إن أنا أعمل لكم فيديو إن شاء الله أعمل لكم فيه المقارنات. الأوبريتنج سيستم، الميموري، المين كاميرا زي ما احنا قلنا دي 50 ميجا بكسل فاتحة 1.9، أما هنا 50 ميجا بكسل 1.6، فتكسب الفيفو. السيلفي كاميرا هنا 50 ميجا بكسل 2.0، أما هنا 13 ميجا بكسل 2.2 وايد، فالسيلفي في الانفينكس تكسب. وطبعا زي ما قلنا يهمنا الفيتشرز والبروسيسورز، وهتلاقي هنا في أخبار كتيرة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس.